بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تعال نعمل وصفة الشاورما السوري اللي على أصلها مع بعضينا زي ما انتوا شايفينها كده في الفيديو. معانا البهارات: ملح 7 بهارات، كمون وقرنفل، فلفل أسمر وبابريكا، ومعانا معانا كوباية عصير برتقال، ومعانا عصير ليمونة، ونص كوباية زيت، ومعلقة كوباية زبادي، وضربناهم في الخلاط ضربا حلو مرح. ومعانا 7 فصوص توم، حطينا 7 فصوص توم مع التتبيله واحنا بنعملها. وحطيته على الفراخ، معانا كيلو فراخ شاورما، حطيته على الفراخ ودبلتها وقلبته وحطيته في التلاجة لتاني يوم. يعني عملتها بالنهار اخر النهار وحطيتها لتاني يوم. ممكن اقل حاجه انت تتبليها هتسيبيها 4-5 ساعات كده، بس ده اقل حاجه، بس لو بيتيها بتبقى تحفة. وحطيت مكعبين زبدة ومعلقتين زيت في البوق سخنوا، ورحت حاطة عليهم الفراخ زي ما هي بالتتبيلة بالزبادي بكل حاجة، وتسيبيها على النار لحد ما تشمع من تحت كده، وتيجي مقلبة فيها، وتيجي موطية النار وسايباها تستوي لحد ما تستوي. وهنا ولحت فحماية وحطيت على الفحماية معلقة زيت، كوباية حب الزيت، وغطيتها عشان تكمل وتديك ريحة المشاوي بقى. واحشي وكلي وادعيلي. وانا صباح، ودي قناتي، واللي ما عملش لايك يعمل ويشترك يا اللي ما اشتركتيش. وهنا معانا العيش السوري، طبقته نصين وحطيت الفراخ وحطيت عليها مايونيز. تحط مايونيز، تحط كاتشب، انا احط مايونيز وكاتشب، تحط سلطة طحينة، كله ماشي. ممكن تحط معاها بطاطس، وهوريكي سندوتش البطاطس دلوقتي. واللي ما اشتركش يشترك. وبص، بتمسك العيش من تحت، بتتنيه حتة، وبعدين تجيب النص اللي هو قليل على الحشوة، وتلفي كده، يبقى معاك السندوتش مفتوح من ناحية ومقفول من ناحية زي ما هوريهولك كده اهو. بتطبق اللقمة نصين مع بعضينا كده، بس يعني حاولي ما تاخديش الصوص بتاع الفراخ معاك في العيش عشان ما يعجنلكيش العيش، تاخدي الفراخ بس. ما تنسوناش في اللايك والشير، اعملوا لايك وشير مع اصحابكم كتير عشان الوصفة توصل لاكبر عدد ممكن. وهنا معايا بطاطس محمرة، وهعمل لكم واحط مع الفراخ بس بطاطس محمرة، بحيث ان انت ممكن تكتري الكمية، تزودي الكمية شوية، يبقى السندوتش مليان برضو شوية كده يعني. وبرضو هنا حطيت لك مايونيز، وهوريكي طريقة تاني للفة السندوتش، والطريقة دي سهلة واسهل من الاولانية. بتحط كده تتني بتاع تلتين، وتطبق الجنب ده والجنب ده، وتيجي لفة بيتقفل كده هو من الناحيتين. ومعايا صاجة الفرن، طاسة تيفال كبيرة، جريل، صاجة زي كده. انا معايا صاجة الفرن اللي هو الكهرباء الصغيرة دي، حطيتها على البوتاجاز، وخدت من الصوص بتاع الفراخ ودهنت السندوتش من الناحيتين، وحطيته يتحمر زي ما انت شايفة كده. هو على فكرة ما بيلسحش، انا ممكن اطلعه بيدي بس عشان التصوير. وهوريهولكوا اللي هو العادي اللي بالبطاطس والفراخ، وفي بالشاوي اللي هو المفتوح من فوق ده بالفراخ بس. اللي يعجبك اعمليه، واللي يريحك اعمليه وانت وامكانياتك. ما تنسوناش في اللايك والشير. وانا صباح، ودي قناتي. ووصفة جميلة وسهلة وحلوة يعني. اعملي الكمية اللي انت عايزاها، ممكن تنصصي المقادير وتعملي نص كيلو بس، يعني كده تنصصي كل المقادير. هنا عملت معاها سلطة الزبادي، وعملت جنبيها بطاطس محمرة، وعملت كل حاجة. السلام عليكم. وعليكم السلام. اللي يعجبك قدمي.